مساء الخير عليكم. ناس كتير طلبت مني اعمل فيديو عن النيسان صاني عموما، فاكيد هم بيسالوا على النيسان صاني الجديده، فانا قلت اعمل الفيديو ده اجمع فيه كل النيسان صاني بموديلاتها باشكالها، عشان في ناس برضو بتتلخبط فيها ما تعرفش الفرق بين دي واسعارها ومميزاتها وعيوبها. اول حاجه نبدا مثلا يعني بالنيسان صاني الشكل اللي هو معانا في الصوره دلوقتي، اللي هو من 2006 لحد 2009. الشكل اللي قدامنا ده من 2006 لحد 2009. الشكل ده العربية مميزاتها ان هي واسعة، عالية عن الارض، تكييفها كويس، موتورها جديد 1600 سي سي. عيبها ان هي استهلاك البنزين فيها عالي، لكن هي عربية كويسة، اعتمادية، بتاعة سفر، بتاعة شغل، عربية كويسة. سعرها يتراوح دلوقتي من 170 ألف جنيه لحد 200 ألف جنيه. الموديل ده اللي هو من 2006 لحد 2009. طبعا يختلف يزيد ينقص على حسب ان هي فتيس اوتوماتيك ولا مانوال، وحالتها بقى رشه بره رشه جوه، فيها حاجه محتاجه مصاريف مش محتاجه، ايا كان. هي ده رينجها من 160 170 الف جنيه لحد 200 الف جنيه. ده اللي هو من 2006 لحد 2009. نخش للشكل اللي بعديه، نزل من 2010 لحد 2015. من 2010 ل 2015 الشكل ده، وبيسموه الN 16 او الشكل القديم. هم بيقولوا عليه الشكل القديم عشان في شكل بعد كده لسه هيظهر معانا، ده الشكل الجديد الN 16 ده. برضو عيبها ان هي استهلاك البنزين بتاعها عالي، لكن هي عربيه كويسه، اعتماديه، 1600 سي سي، تكييفها كويس، صالونها واسع، عاليه عن الارض، عربيه بتاعت شغل، عربيه كويسه بالنسبه لي، ما فيهاش اي عيوب غير بس استهلاك البنزين بتاعها الى حد ما عالي شويه. نخش بعد كده بقى على الN 17 اللي هي الشكل الاحدث، اللي هو من 2000 نزل من 2013 لحد 2015. الشكل ده عشان في ناس ما بتعرفش تفرق بين الشكل اللي هو نزل 2013 لحد 15 بس، اللي هو تحت عنوان N 17. مالناش دعوه بقى بالN 16، احنا خلاص خلصنا كلام عن الN 17. من 2013 لحد 2017 الشكل اللي هو نازل قدامنا ده، عشان بعد كده عدلوا في شكل العربيه في الوش وفي الظهر من الفوانيس والاكسدامات مختلفه. تلاقي الشكل هيحط لكم صوره العربيه بتاعه الN 17 الشكل الاحدث. فمن 2013 ل 15 نزلت عربيه النيسان N 17، بس يعتبر بقت شكل اقدم لان نزل بعديها من 2016 شكل احدث منها في الاختلاف في الفوانيس والاكسدامات قدام، والفوانيس والاكسدامات ورا. هتبان في الصوره ما نزلها. من 2016 لحد يومنا هذا الشكل اللي قدامنا ده بقى، اللي هو 2016 17 18 لحد 2023. ودي عملت مبيع رهيب، عشان الناس شايفه ان هي استهلاك البنزين بتاعها قليل، بعكس الN 16 بتاعت زمان اللي انا قلت عليها استهلاك بنزين بتاعها عالي. موتورها شديد وكويس، العربيه واسعه، عاليه عن الارض، بس مفيش ثبات ولا صاج. ما تستناش منها متانه. الصاج بتاعها لو انت سندت عليه كده وانت بتتكلم مع واحد صاحبك يتطبق. لو حطيت على الكبوت بتاعها كوبايه شاي كده تلاقي الكبوت هبط. ما فيهاش صاج، ما فيهاش بربع جنيه صاج. الصاج بتاعها ضعيف جدا وخفيفه جدا، وده مخليها ان هي على الطريق بتطير. لو جريت بيها بتطير من على الارض. يقول لك سريعه وكل حاجه عشان موتورها شديد، لكن هي عربيه ورق، صاج ورق، مفيش صاج، مفيش ثبات. انا لما بركبها او بمشي بيها ببقى قاعد جواها حاسس ان انا ماشي طاير عن الارض، ماشي فوق، ماشي في السماء. عربيه فظيعه. انا بالنسبه لي بكرهها، ما بحبهاش، ما رشحهاش لحد خالص. يعني لما برشحها لحد بقول له انت عايز تجيبها امشي بيها في البلد على 40 50 60، او حاول ان انت تمشي بيها اللي هو اكنك ماشي بتزق العربيه. ما تستناش منها سرعه. هتجري بيها، هي مغريه في الجري عشان خفيفه وموتورها شديد. هتجري معاك بس يعني ربنا ما يوريك حوادثها. يعني كل الحوادث بتاعتها بتبقى عربيات موديل السنه، وبتبقى زيرو، وبتعمل حادثه عشان خفيفه فبتتقلب. فالN 17 بالنسبه لي عربيه يعني انا ما رشحهاش لحد وما انصحهاش لحد. ده في الN 17. احنا قلنا اشكال العربيه من 2006، نزلنا شكل 2006 لحد 2009، ومن 2010 لحد 2015 ده في الN 16 الشكل القديم. نزل الشكل الجديد N 17 من 2013 ل 2015. هتقولوا لي من 2013 ل 2015 ده كده مشترك، هقول لك كنت تروح مثلا عند معرض زي سمير ريان كده، اشهر معرض في مصر،
تشتري عربيه مثلا سنه 2013 او سنه 2014 تلاقيه حاطط لك الان 16 والان 17 الاثنين، هيقول لك اللي موجوده الشكل القديم وموجود الشكل الجديد. المفاجاه هنا بقى انت كنت تلاقي الان 16 اللي هي الشكل القديم دي، انا شفتها بعيني كانت سنه 2015 او 2013 او 2014 مش متذكر بالظبط، كانت عامله 116,000 جنيه زيرو. والان 17 اللي هي الشكل الجديد كانت عامله 102,000 او 103,000 حاجه زي كده. يعني كانت الشكل القديم كانت اغلى منها عشان الشكل القديم اثبت منها، والشكل القديم صاجها احسن، الشكل الجديد الصاج بتاعها زباله. فهتلاقي هتقول ايه ده، يعني الشكل القديم اشتريها ب 116,000 او 117,000 زيرو، والشكل الجديد ب 103. اقول لك عشان كده لما كنت تروح هناك كنت تستغرب ان الناس بتاخد الشكل القديم ومش عايز تاخد الشكل الجديد، لحد ما الشكل القديم وقف خالص، اللي هو الشكل القديم وقف عند 2015 وما بقاش ينزل. اضطرت بقى الناس بتجيب ايه؟ بتجيب الان 17 اللي هي موجوده دلوقتي. ان 17 ايه سبب انتشارها في الشارع؟ اول حاجه انتشرت ان هي عشان كانت يعتبر رخيصه الى حد ما، لما فضلت ب 150,000 بعد كده 160,000 بعد كده 180,000، طبعا بعيدا عن الجنان اللي هي دلوقتي ان هي وصلت 500,000 جنيه زيرو، فده يعني ده رقم يعني خزعبلي. لكن هي في الاول كانت الناس بتجيبها عشان كانت بتلاقي ان هي ارخص عربيه مش صيني واوتوماتيك، فبيجيبوها. يقول لك مش هجيب BYD، مش هجيب جيلي، مش هجيب تيجو، مش هجيب اي حاجه من الحاجات اللي هي الصيني دي، اسمي راكب عربيه ياباني وفتيس اوتوماتيك بس، مش عايز حاجه اكتر من كده، وطبعا تكييف وباور وسنتر وكده. لكن هي كعربيه كانت افشل من كل العربيات اللي حواليها، فده كان سبب في انتشارها في الشارع. رقم 2 بعد كده جه ظهر في مصر اوبر وكريم، فاي حد عايز يجيب عربيه جديده بيلاقي قدامه يا اما هو يجيب BYD، يا اما يجيب رينو لوجان، يا اما يجيب نيسان صني. فيقول لك BYD صيني، رينو لوجان لا دي عربيه جرار زراعي، صوت الموتور بتاعها عالي ومشاكلها كتير وقطع غيرها غاليه وعربيه تقفيل مغربي وعك وبتاع، فكله بيبعد عنها، فما بيلاقيش قدامه غير ان هو ايه، عايز يركب عربيه اوتوماتيك وجديده زيرو وتكون واسعه وفيها كل المواصفات واستهلاك بنزين واطي، بيروح جايب الان 17 على طول ان هي النيسان. بعد كده ظهر المبادره بتاعت العربيات القديمه، لما انت بتروح تسلم العربيه القديمه اللي معاك وتاخد عربيه جديده من البنك، بتسلم العربيه بتاعتك بياخدوها منك احلال، يعدموا العربيه يعني، وتاخد انت عربيه جديده زيرو. فالاختيارات كانت بين نيسان صاني والBYD وعربيات تانية زي النيسان سنترا والالنترا وكده، ففي عربيات منهم كانت قليله، يعني كنت تقدم عليها ممكن تقعد بالشهور الموافقه ما تجيلكش، فكانت اسرع عربيه تتوافق عليها، فلو انت سلمت تستلم على طول كانت النيسان صاني. فهتلاقي النيسان صاني انتشرت اكتر، فانت طول ما انت ماشي في الشارع لو سالت حد يقول لك انا جايبها من المبادره، اللي هو كان معاه عربيه 28 27 عربيه 1100 عربيه لادا، العربيات القديمه قوي دي، سلمها وراح جاب ايه، جاب نيسان. فطبعا هو ما عندوش اي خبره، هو قال لك عربيه جديده وواسعه واوتوماتيك وخلاص مش عايز حاجه تاني من الدنيا، فراح ايه جاب النيسان. فتلاقي النيسان كانت رخيصه فالناس جابتها، بعد كده اشتغلت في اوبر وكريم وكانت رخيصه برضه فالناس جابتها، وبعد كده في المبادره الناس بتجيبها جايبها بالقسط وبتدفع لها في الشهر مثلا حوالي 3000 جنيه او 2800 جنيه، مش حاجه يعني على الاسعار اللي احنا فيها دلوقتي. فالعربيه 3 حاجات خلوها غرقت الشارع، ده مش سبب يخليك طول ما انت شايفها في الشارع تعترف ان هي لا دي ما دام منتشره تبقى ناجحه، لا انا بالنسبه لي انتشارها كان احنا مش لاقي غير دي، او دي اللي مناسبه لي، او ما معيش فلوس اجيب احسن منها، او استهلاك بنزين بتاعها قليل فانا مش هجيب غيرها. لا واسعه يا عم، انا مش عايز اجيب صيني فهجيب هي اصلا يعني خساره ان هي يتقال عليها ان هي ياباني، هي بالنسبه لي سيئه، بالنسبه لناس ثانيه كويسه، مع اني انا كنت برشحها الناس، يعني اي حد كان بيسالني كنت بقول له هات نيسان صني، عشان انا بحب ان هي تبقى عجباني ان هي واسعه، عجباني ان هي عاليه، عجبني تكييفها كويس، عجبني موتورها. بس لما مشيت بيها وجريت بيها ولقيتها على الارض تحس ان العجل بتاعها طاير في السماء، لا فظيعه بجد، تبقى قاعد جواها انت بتبقى مرعوب، ما يتجريش بيها خالص. يعني كوبري اكتوبر ده اخرك تمشي عليه 50 60، ولا تقول لي بقى اطلع بيها المحور ولا الضبعه ولا الدائري ولا اجري مفيش، لا 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 لا، يعني صعبه صعبه صعبه، صاجها ورق ورق ورق، عشان كده ده بيديها عزم ان هي تجري بزياده. فاحنا لو الناس اللي كانت بتسال على النيسان هتشوف الفيديو ده تعرف تفرق بين الان 16 والان 17، الان 17 الشكل القديم ولا الان 17 الشكل الجديد، ومميزاتها وعيوبها. هي الميزه الوحيده في الان 17 اللي تفرق عن الان 16 ان هي استهلاك البنزين بتاعها بقى قليل،
بعكس الان 16. لكن كل حاجه في الان 16 بقى تكسب، صاج، ثبات، اي حاجه في الان 16 تكسب الان 17، ما عدا موضوع الايه، استهلاك البنزين. استهلاك البنزين في الان 16 عالي اوفر، يعني اكنك راكب عربيه 2000 سي سي، اكنك راكب عربيه بي ام، اكنك راكب عربيه 6 سلندر، اوفر في استهلاك البنزين. ده غير طبعا انت في الصيف اللي احنا فيه ده هتشغل تكييف، بتجري بالعربيه فهتدوس على العربيه فهتاكل بنزين زياده، فهتلاقي نفسك كل شويه تحط العربيه بنزين. ده حتى لو مشاويرك طويله هتلاقي العربيه بتفلسك. فدي من ضمن العيوب في الان 16 اللي هي الشكل القديم. لو عجبك الفيديو اعمل لايك.